السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض طبق مسقعة بس تحفة كده، ان شاء الله جربوه وحلو جدا فطار وحلو جدا غدا. وهنعمل جنبيه طبق طماطم مخللة وكمان حبة عيش جنبيهم وحبة مخلل كنا عاملينهم مع بعض قبل كده. شايفين ما شاء الله، جربوا كده المسقعة بالطريقة دي، بجد خفيفة جدا وطعمها حلو جدا. يلا بينا نشوف عملناها ازاي النهاردة. مبدئيا كده هنا انا هعمل بدنجانتين بس، انت هنا الكميه حسب ما انت عايزه. هنبدا ان احنا غاسلين البدنجان طبعا، وبنبدا ان احنا نقشره كده. انا دايما بحب اقشره، ما بحبش اسيب القشره السودا دي تكون موجوده فيه. نبدا نقشر بقى البدنجان بقى بالشكل ده. وطبعا الباذنجان ده بيبقى اللي هو المطاول والقلبوز ده بيبقى مش مدقي من جوه، وبيبقى ابيض زي الجمار كده، بيبقى طعمه حلو. هنبدا بقى ان احنا شايفين ما شاء الله، نبدا ان احنا نقطعه بقى بالشكل ده طرنشات، لا هي بتبقى رقيقه خالص ولا تبقى تخينه خالص، علشان لو خاطر ان هي تكون تخينه هتشرب معاكي كميه زيت. فكل لما ترققي الباذنجان كل لما مش هيشرب كميه زيت كتيره. قطعتهم بقى بالشكل ده، ما نرشش هنا ملح بقى ولا اي حاجه. احنا لو حمرناه كده في وقته كده على طول هتبصي تلاقيه ان هو ما شربش معاكي زيت، بخلاف ان انتي تركنيه هتبصي تلاقيه نزل ميه، ولو رشيت عليه ملح هينزل ميه، وهتلاقيه ان هو شرب كميه زيت كتيره. وكمان حاولي ان انتي تخليها ان هي تكون رقيقه، برضو ما بتشربش الزيت لما بتكون رقيقه. حمرت بقى البدنجان بتاعنا بقى بالشكل ده، وطبعا تقدري تمسكيه كده بالمساكه دي بتصفي برضو كل كميه الزيت اللي بتكون متبقيه فيها. نحمر هنا بقى كمان حبه فلفل رومي على فلفل سبايسي شويه، بتدي طعم حلو للمسقعه بتاعتنا. وفي ناس بتضيف للمسقعه بطاطس محمره عادي براحتكم، بس احنا النهارده هنعملها بالطريقه دي. بجد جربوها، بتكون خفيفه وطعمها حلو جدا. والحلو بقى ان احنا هنعمل كله في طاسه واحده، يعني احنا ما كترناش كميه الزيت في الاول، قلينا فيها البدنجان وبعدين قللنا الفلفل، وفي نفس ذات الطاسة هنجيب كده بصلاية ونبدأ ان احنا نقطعها قطع صغيرة بقى بالشكل ده، وهنديلها كده تشويحة. وبعدين عندي هنا فصين توم مهروسين، هنبدأ ان احنا نحطهم كمان دلوقتي بالشكل ده. هنحط منهم حبة بسيطة ونركن الحبة الباقية هنحتاجها كمان شوية في بقية الوصفة بتاعتنا. كده خلاص لحد لما دبلت بقى ولونها اصفر بقى بالشكل ده. عندي هنا معلقة خل بسيطة بس بالشكل ده، بتدي نكهة وطعم حلو في المسقعة بتاعتنا. وبعدين عندي هنا بقى طماطم مقطعاها مكعبات بقى بالشكل ده، وهننزل هنا بالطماطم ونديها تقليبة. وعندي هنا البهارات، عندي بهارات مشكلة وبابريكا وملح وكزبرة ناشفة. وبنبدأ ان احنا نتبل الطماطم بتاعتنا بقى بالشكل ده وبالبصل، وبنبدأ ان احنا نسيبها بقى تتسبك على نار هادية لحد لما الطماطم بتاعتنا تستوي وتبقى بالشكل ده. كده خلاص بقى اتسبكت، هناخد حبة كده من التسبيكة دي هنحتاجها كمان شوية. وهنا بقى خلاص هنزل بقى بالبدنجان واديله بقى كده تقليبة، وهدي عليه النار واسيبه كده في الطاسة حوالي 5 دقايق على البوتاجاز، كله يشرب من طعمه كله كده ويبقى طعمه حلو. تمام. عندي هنا بقى طماطم، ببدأ ان انا تكون الطماطم بتاعتي تكون حمرا اللي هي صغيرة دي، بتبقى طعمها حلو كمان تكون جامدة. ببدأ ان انا اقطعها بقى طرنشات بقى بالشكل ده، ما بنزلش بالسكينة لنهاية الطماطمية علشان خاطر ما تتقطعش للاخر. عندي هنا بقى حبة الصلصة اللي احنا خدناها من التسبيكة، وعندي توم وعندي كزبرة وعندي بابريكا وسنة ملح بسيطة. وهنبدأ بقى نقلب الكلام ده كله مع بعضه، ونبدأ ان احنا نحشي بيه الطماطم بتاعتنا. بجد جربوا الطماطم، وهنحط كمان سنة خل بسيطة. جربي الطماطم المحشية دي بيبقى طعمها حلو جدا. وكمان لو ما حطيتيش الخلطة دي وعملتيها في الأيام العادية، وهنحط هنا نقطتين زيت، هتحطي يا دوب توم وفلفل وخل، حبة خل بسيطة كده وبهارات، وتحشي بيها الطماطم. بجد بيبقى طعمها حلو جدا، الولاد بيحبوها، بتبقى جنب الأكل كده بيبقى طعمها حلو. كمان بتدي بتفتح نفسك يعني للأكل. هحشي بقى كده الطماطم بتاعتي بقى بالشكل ده، وبعدين هنبدأ نقدم بقى الأكل بتاعنا. كده خلاص المسقعة بتاعتنا أصبحت جاهزة، هنبدأ إن احنا نغرفها. وزي ما قلت لكم بجد الأكلة دي بالطريقة دي بتبقى طعمها حلو، حلو جدا فطار، حلو جدا غدا. إن شاء الله أتمنى تجربوها، بجد خفيفة جدا وطعمها حلو جدا، وكمان الطماطم طعمها حلو جدا. أتمنى تشتركوا في القناة، تضغطوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس على الكل، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.